ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا اخوك عبد الرحمن احمد، وجاي اكلمك في فيديو ده ان شاء الله عن خبر كده شفته على السوشيال ميديا، وكمان هقول لك على تعليق عليه. من كام يوم وتحديدا في امتحان الدين والوطنيه للثانويه العامه، انتشر خبر كده على الفيسبوك، وهو وفاه طالب الثانويه العامه وهو بيمتحن بهبوط حاد في الدورات الدمويه. طبعا الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله، ويصبر اهله على فراقه. اكيد يا صديقي محدش مننا يعرف حاجه عن الطالب ده، وايه كميه الضغوط اللي كان بيتعرض لها في حياته، وايه الكلام اللي كان بيسمعه، وايه الحاجات اللي كانت بتحصل معاه. وكمان ما نعرفش هو شاف ايه خلال السنه دي، او سمع ايه خلال السنه دي يخليه يتوفى بالطريقه دي. مش يمكن ولد اصلا تعبان او مريض يعني وفي حاجه، فما قدرش يستحمل الضغوط في اول امتحان فتوفاه الله؟ بس مش دي النقطة اللي تحديدا أنا جاي أتكلم عنها. أنا جاي أقول إن مفيش حاجة في الدنيا دي تستاهل إنها تتعبك بالشكل ده، إنها تتعبك لدرجة إن أنت ممكن تتوفى بسببها. بص يا صديقي، أنا واحد عدى على الثانوية العامة دي من 4 سنين تقريبا، وعارف كل حاجة بتحصل فيها، وعارف كمية الضغوط اللي بيتعرض عليها كل طالب، وعارف كمية الكلام اللي بيسمعها كل طالب في حياته، سواء بقى مثلا مع أصحابه أو حتى مع عيلته. بس الفكرة هنا كمان إن مش كل الناس زي بعضها. في ناس تقدر إنها تستحمل ظروف صعبة كتير، وتستحمل حاجات كتيرة جدا صعبة محدش غيرهم يقدر عليها. ولكن في ناس تانية ومجرد بس تسمع كلام أو يحصل لها ضغوط أو يحصل لها حاجة صعبة تقدر إنها تنهار وبتقع ومبترجعش تاني زي الأول. الثانوية العامة تحديد مستقبل، وأكيد وأيوه، بس ده مش معناه إنك تفضل ضاغط نفسك طول السنة، وعلى طول حاطط نفسك تحت ضغط، وحاطط نفسك في زوم كده صعبة. وكمية الضغوط دي اللي انت بتحط نفسك فيها بتتعب نفسيتك اكتر كل يوم عن الاول. لانك يا صديقي عن طريق الضغوط اللي انت بتحطها على نفسك دي، انت كده بتعرض نفسك لحاجتين. اول حاجة وهي ان انت ممكن تقع وتنهار وتتوفاك الله يعني كده، زي اخونا اللي توفى الله يرحمه. او حاجة تانية وهي ان انت ممكن تتصاب بمرض مثلا يعني لا قدر الله، وده حاجة واردة يعني. بص، هي سنة زيها زي أي سنة، بس بتفرق في طريقة تعامل كل واحد فينا معاها. كل واحد ليه طريقته الخاصة في التعامل معاها وإنه يعدي بيها. بس الحاجة الأساسية والثابتة واللي المفروض تعملها وهي إنك من خلال كل فترة وفترة تاخد كده أجازة لنفسك، وتريح نفسك وتريح نفسيتك، عشان تقدر تكمل السنة دي على خير من غير تعب أو مشاكل. والشاطر الحقيقي في السنة دي هو اللي يقدر يحافظ على نفسيته خلال السنة كلها لحد كمان ما يخلص كل الامتحانات. وركز لي جدا بقى على النقطة دي، وكمان انه يقدر يذاكر لحد اخر امتحان لحد اخر يوم. هو ده فعلا اللي اتقال عليه الشاطر، لان ربنا صديقي شايفك وشايف تعبك من اول يوم في السنة لحد اخر يوم فيها، واكيد يا صديقي هيعوضك ويكرمك عن التعب ده كله ويجازيك خير ان شاء الله. عايز اوجه رسالة لكل اب وام عندهم ولد مثلا او بنت في ثانويه عامه، يا ريت تخففوا عنهم وتشجعوهم وتحفزوهم وتحسسوهم كده بالثقه، لان الفتره دي واللي هي فتره الامتحانات يعني اقصد اصعب فتره واكتر فتره هم محتاجين فيها فعلا للثقه. وبس كده يا صديقي، انا بس كنت حابب اطلع واقول الكلمتين دول، لان بصراحه مش حابب ابدا اسمع اخبار ان مثلا طلاب تانية توفت بسبب امتحانات وكده. يا رب أكون قدرت أوصل وجهة نظري بالشكل وبالطريقة الصحيحة اللي توصل لك يا صديقي. وبس كده، أشوفك إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير. سلام.